أسعد الله مساكم. شقيقتي في زواج ابنها قبل يومين فعلت فكرة جميلة وإبداعية جدا، سأنقلها لكم لتنشروها. طبعا من أكبر الأسئلة اللي تمر على أهل الزواج كيف نفعل بالعشاء، لا سيما نصفه تقريبا لا يقربها الناس، كيف نتخلص منه بدون إثم؟ طبعا ممكن نقول مشاريع حفظ النعمة. مشاريع حفظ النعمة إمكانياتها محدودة، لذلك يكون مصير نصف عشاء ذلك الزواج في حاوية النفايات. فكرت شقيقتي الكبرى في هذه المشكلة، فألهمها الله بفكرة إبداعية خرجت من ذلك الزواج بدون فائض للطعام تماما. الفكرة تدور كيف نجعل جميع الطبقات، طبقات الحضور الغني والفقير، يشاركون معنا في مشروع حفظ النعمة بدون أن يشعر الجميع بأي حرج. الفكرة باختصار هي شراء صحون بلاستيكية كبيرة أكبر من صحن البروست بكميات عالية وأسعارها محدودة جدا، وتوضع على جميع طاولات الطعام. الفكرة نفذت في صالة طعام النساء، بحيث أن المرأة بعد ما تتعشى إما تأخذ عشاء لنفسها وأهل بيتها أو لجارتها وفقير في طريقها. مع صفاء النية سبحان الله تفاجأوا أسرتي بأن الحضور كلهم بدأوا يشاركون في هذا المشروع، إما لنفسهم أو صدقة لغيرهم. من العشاء الكثير لم يبق إلا أقل القليل بحمد الله سبحانه وتعالى، وتم شكر النعمة، وكان المشروع ناجح بكل ما تعنيه الكلمة. لذلك أتمنى نشر هذه الفكرة لأجل تحويل حفظ النعمة لمشروع مجتمعي وليس محكرا على مؤسسات خيرية. صدقة وشكر